تطوير التعليم الفني بالاسكندريه. بدأت من 17 و 18 اكتوبر اثناء المؤتمر الدولي الاول للتعليم الفني مجلس الشورى، ونهايه الاحتفاليه بالتطوير بهذه التجربه بهذه الاحتفاليه. ان شاء الله ندعوكم للمعرض السنوي الاول للتعليم الفني السنوي الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي بالاسكندريه، ومهداه ابتداء من يوم الاحد ان شاء الله يوم 28/4 ل 30/4، مهداه لمؤسسه الرئاسه والوزير التربيه والتعليم كنموذج يحتذى به لباقي محافظات مصر الحبيبه. بندعو جميع مواطني محافظه اسكندريه بزياره هذا المعرض والوقوف على منتجات المدارس الصناعيه والزراعيه والفندقيه والتجاريه على مستوى محافظه اسكندريه. وهناك اشياء قام بإنتاجها الطلبة في جميع المعروضات المعروضة في هذا المعرض، واللي قلت أكثر من 42 تخصص، أكثر من 42 منتج هيكون متاح أمام الجمهور والمعلمين وأبنائنا الطلبة على مستوى محافظة اسكندرية بإذن الله. طبعا اسكندرية رائدة في التعليم الفني بجميع الرواد اللي بيعملوا في هذا المجال، من مديرين إدارات وطلبة وطالبات. طول عمر الاسكندرية معروفة بتجربتها الرائدة في هذا المجال، وطبعا أهم ما يميز الاسكندرية مشروع رأس المال اللي بيحقق الكثير والكثير لأهالي اسكندرية. النهارده العرس اللي احنا فيه ده غير مسبوق في اي محافظه من محافظات الجمهوريه كلها، وطبعا احنا عندنا 42 قسم تخصص مشترك على اعلى مستوى التنافس بين المدارس. والنهارده كانوا بيقولوا طلبه المدارس الصناعيه البلطجيه، النهارده ادي الفرح بتاع كلهم لابسين اللوجو بتاع المعرض اللي بيعبر عن المدارس الزراعيه والصناعي والتجاري والفندقي. وان شاء الله هتتفرجوا على منتجات غير مسبوقه باسكندريه، انتاج طلبه اسكندريه جميع المدارس، وجميع مدارس حوالي 42 تخصص مشتركين على 31 مدرسه في 7 ادارات. هو الماراثون يعتبر تسهيل للمعرض. الولاد في التعليم التجاري والتعليم الفندقي حاولوا يبينوا نبذه عن شغلهم طول السنه، فعاملين شيء من المعروضات ان شاء الله يعجبكم. كمان المدرسه الفندقيه نظام ال5 سنوات هتقوم بتقديم الحاجات الغذائيه، او هتقدم مجموعه من السخن، سواء الشيف سخن او الحلواني، هيقدموا حاجات ان شاء الله. وهيكون ولادنا بتوع الخدمات السياحيه ان شاء الله في شرف استقبال السيد وزير التربيه والتعليم والاستاذ محافظ الاسكندريه. كل سنه وانتم طيبين.